واش الخوت واش العائله الجميله. قبل ما نبداو بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات. داكشي لا جبت لكم واحد الفيلم واعر وكنتمنى انه يعجبكم وما كرهتش انكم توصلوا لاكثر من 5000 لايك. واللي مازال مشترك في القناه يشترك في القنوات ديالنا بزوج. الهدف ديالنا هو 1,000,000 مشترك. وجدوا شي حاجه تاكلوها وربطوا السماطي والسهره ممتعه. كتبدا القصه مع واحد البنت سميتها اونور، بنت زوينه وطريفه وديما كتهتم براسها. كل صباح مع كتفيق بالنعاس كتوجد شعرها وكتلبس حوايجها وكتصوب المكياج وكتوجد راسها باش تمشي للمدرسه. وغادي نعرفوا بلي الغرفه ديالها عامره بالبوستيرات ديال المشاهير، واخا هي ما كتحملش فيهم الشوفه، ولكن منها من صحاباتها الا مشات حتى تعرفت بلي ما كتحملهمش غادي تولي منبوذه وتا شي واحد ما غادي يحملها في المدرسه، وهي باغا تكون هي الاولى في المدرسه. داكشي علاش كتقاوم. اما الام ديالها غادي تفيق وغادي تلقى راسها موجده ليها الماكله، وبا خدام في 3 ديال الوظائف وما ناجح حتى شي وحده فيهم، ولكن واخا هكاك مستمتع بداكشي اللي كيدير، واخا كيستغرق بزاف ديال الوقت في الخدامه ديالو. وبحال اي جوج ديال الازواج ديما كيدابزوا على ابسط حاجه. وغادي نعرفوا باللي اونر في اخر عام عندها في هذا الليسي، والحلم ديالها ملي كانت صغيره هي انها تخرج هي الاولى في داك المدرسه، وهادشي باش دخلت تقرا في واحد لافا كانت كتحلم بها ملي كانت صغيره. ايوا يا سيدي اونور عندها جوج ديال الصحابات، وحده سميتها تاليا وحده سميتها ايما، من اشهر البنات اللي كيقراو معاها في الليسي. ما كيهتموا بحتى شي حاجه من غير المظهر ديالهم. شويه اونر غادي تلقى الاستاذ كالفن وغادي نعرفوا بلي هو المستشار التوجيهي، واكد ليها بلي هي اللي غادي تكون الاولى مع مرتبه الشرف. وفوق هذا الشيء اونر كانت هي الرئيسه ديال مجلس التحرير ديال المدرسه، وهذا الشيء باش تضمن نقاط اعلى وتجي هي الاولى. وكانت هي الكابتن في الفريق ديال الكره الطائره. شويه غادي تشوف قبالة الزميل ديالها ترافيس، وغادي تعرفوا بلي مصاحب مع واحد البنت سميتها كريستن، وكانت كتحلم انها هي اللي تكون مرتبطه معاه. داكشي علاش دات واحد النادي جديد ديال الكاراتيه في المدرسه، وهذا الشيء كله ما كتهمش القرايه ديالها، وكانت ديما كتجيب نتائج ممتازه. وكانت ديما الخطه ديالها في هذا الليسي هي انها تسالي تمشي تقرا في لافاك. ومن بعد ما سالت الحصه غادي تمشي لعند الاستاذ كالفن، وبقات كتهضر معاه على المستوى ديالها الدراسي، وكانت عارفه بلي عنده واحد صديق مقرب في الجامعه ديال هارفارد. داكشي علاش اختارته بالضبط هو باش يكون هو الموجه ديالها، وهذا الشيء حيت هو اللي خاصو يتوسط ليها في داك لافاك ويعاونها باش تدخل تسجل فيها. داكشي علاش غادي تبقى كتمدحو بزاف مصلحه وخلاص. اما كالفن غادي يكون متيق راسو بلي كتشوفو استاذ ممتاز في داك الليسي، حتى غادي يصدمها بالواقع وغادي يقول لها بلي راه حاطه في واحد القائمه فيها 4 ديال الطلاب متفوقين. وملي سمعت هضرته ما غاديش يعجبها الحال، وكانت تسحب ليها بلي هي الوحيده اللي في داك اللائحه. داكشي علاش غادي تحاول تخبي الملامح ديال وجهها وغادي تبتسم، وقالت له بلي هي فرحانه حيت جمعات مع اعلى 4 طلبه في ديك المدرسه، وانا طلبت منه باش يمشي بحالها. اما هو غادي يسولها وقال لها واش بغيتي تعرفي الطلبه اللي مجموعه معاهم في هذه القائمه، ولكن هي قالت له بلي ما باغاش تدخل معاهم في منافسه، وهذا الشيء حتى بالنسبه ليها القرايه اهم من هذا الشيء. وقالت له بلي انا تايقه فيك بلي غادي تختار الانسب، وكانت دارت هذا الشيء بالعاني باش كالفن ما يشكش فيها الا مشات حتى دارت لهم شي زبله. وهذا الشيء حيت كانت عارفه بلي 100% غادي تلقى ديك القائمه وغادي تجري عليهم بشي طريقه، واول واحد غادي تلقاه بسهوله هو ترافيس. وهذا الشيء حيت كان هو الشاب الوحيد الناجح والمشهور في داك الليسي، النقاط ديالو ممتازه وصعيب عليها انها تشتتو على القرايه. داكشي علاش هضرت مع الاصدقاء ديالها وطلبت منهم باش يعرفوا بزاف ديال المعلومات عليه وعلى صاحبته كريستين. اما الطالبه الثانيه اللي جات بالها هي واحد الطالبه سميتها كينيدي، بنت انطوائيه وحيده وما عندهاش صحابات، حياتها كلها غير في الفيسبوك، واخا حتى شي واحد ما مهتم بها ولا متابع الاخبار ديالها الا جوج، الام ديالها وجداتها. وكان الحل ديال اونر هو انهم يلقاو ليها شي صديق تنشغل بيه، وهكا ما تبقاش تقرا مزيان وتسقط. اما الثالث اكيد غادي يكون مايكل، حيت هو اللي كيقرا معاه وعنده منافسه شديده معاها، ما عنده حتى شي صديق. وانا غادي تبدا الخطه الجهنميه. غادي تبدا بكينيدي هي الاولى، وغادي تبدا كتقلب ليها على شي صديق في المدرسه، وغادي تخلي صاحبتها تاليا وايما باش يجيبوا ليها بزاف ديال المعلومات على كريستين. ولكن واخا هكاك ما غادي تلقى حتى شي واحد اللي قرر باش يرتبط بكندا، حيت ديما كيشوفوها غريبه وخايبه. داكشي علاش غادي تركز مع مايكل هو الاول، وقررت باش انها تكون هي الشريكه ديالو في القسم ديال الكيمياء. ودارت حجه بلي صاحبتها ناتاليا كتهضر بزاف وما قادراش تركز، وقررت باش هي اللي تشتت الانتباه ديالو على الحفاظه. وهكا تقربات من مايكل. شويه غادي ترد البال بلي كيرسم واحد الحاجه خاصه بواحد المسلسل مشهور، وهنا غادي يطرها راسها. وملي جات الوقيته ديال الغدا بقات كتفكر كيفاش خاصها تقرب من كينيدي. داكشي علاش غادي تنضم اونر الفرقه ديال المسرح اللي كتخدم فيها، وغادي يكون رئيس ديالها واحد شاب سميتو غاري، ما غاديش يهتم بالراي ولا المسرحيه ديال كندا اللي كانوا كيخدموها، ديما كيدير غير داكشي اللي في باله، وغادي يخليهم يمثلوا المسرحيه ديالو هو. وانا كانت غادي تقلق وغادي تمشي للفيستيان وهي غضبانه. من بعد غادي تتبعها اونر وغادي تقول لها بلي المسرحيه ديالها كانت غادي تكون احسن من ديالو بزاف، وبلي المسرحيه ديالو سخيفه ونفس الموضوع كيتعاود كل عام. وانا كندي غادي تقول لي انت اصلا ما عارفاش المسرحيه ديال علاش كتهضر،
واكيد جاي لعندي غير باش تنمري عليا. ولكن اونر كانت دايره بحسابها وقاريه المسرحيه ديالها من قبل، وهادشي حيتاش كينيدي حطات العنوان ديالها في البروفيل ديالها في الفيسبوك، وغادي تعاود لها القصه ديال المسرحيه ديالها وقداش عجباتها. وهنا غادي تقدر تلفت الانتباه ديال كندي. من بعد اونر غادي تمشي عند المسؤوله ديال الفرقه وغادي تقول لها بلي خاصهم يعطيو فرصه للمسرحيه ديال كندي، وهادشي حيتاش هي البنت الوحيده اللي ما عندهاش اصدقاء في هذا الليسي وخاصهم يشجعوها، وإلا مشاو حتى رفضوا ليها المسرحيه ديالها ممكن دير شي كارثه في راسها. وانا الاستاذه غادي تخاف وغادي توافق، وغادي تلغي المسرحيه ديال غاري وغادي دير اعلان بلي غادي ينفذوا المسرحيه ديال كندي. وانا كندي غادي تستغرب حتى كيفاش وقع هادشي، واقترحات على الفريق باش يجيبوا معهم ترافيس، وهادشي باش يستافدوا من الشهره ديالو. وهكا الحضور غادي يتزاد وكلشي يتفرج في المسرحيه ديالها. وانا غاري غادي يكون متردد بالنسبه لهذا الاقتراح، ولكن هما غادي يمشيو عنده بنفسه باش يعرضوا عليه داك الموضوع وطلبوا منه باش يفكر ويرد عليهم. ومن بعد ما سالت الاجتماع غادي تسمح في الفرقه ديال المسرح وغادي تمشي للقسم ديال الكيمياء، وغادي تنضم لمايكل عاوتاني، وغادي تبقى كتهضر على واحد الشخصيه في المسلسل ديالو المفضل وكتوهمو بلي حتى هي كتفرج فيه. وهنا مايكل غادي يزيد يولي معجب بها اكثر واكثر، وكان تيسحب له بلي الشخصيات ديالهم كيتشابهوا. فهاد اللحظه ماري غادي تكون سالت الاجتماع ديال المسرحيه وبقات كتوجد الباس اللي غادي تلبس، ولكن كندي ما غاديش يعجبو هذاك الحوايج، وهادشي حيتاش المسرحيه ديالها عندها واحد الازياء معينه العكس ديال هادشي اللي لابسين. وكانت اونر عارفه بلي كندي كتعرف تفصل الحوايج، ولكن حتى شي واحد ما غادي يهتم بهاد المعلومه. داكشي علاش غادي تهضر مع غاري قبالتها وقالت لها ما كرهناش كون كان شي واحد كيعرف يفصل الحوايج هو يتكلف، وخلات كندي هي اللي تقترح عليهم هاد الفكره باش هي اللي تفصل الحوايج. وهكا غادي تاخذ مسؤوليه ديال الحوايج وغادي تشغلها على الحفاظه والامتحانات. شويه غادي يجي عندهم طرافيس وغادي يقول لهم بلي راه فكر مزيان وقرر باش يدخل معاهم في هذه الرحله، والاول مره غادي يمثل. ولا غد ليه غادي تجي كندي وهي دايره اول فستان ديال ديك المسرحيه، وغادي تنساو ما غاديش تكتب المقاله اللي كان مطلوب منها في القسم، وغادي دوز الوقت ديال التسليم ديالها. وهكا غادي يكون ركلها بغل. من بعد مشات لعند مايكل وطلبت منه باش بالليل يحفظ معاها في الكيمياء، وطلبت منه باش يجي عندها للدار وتفقوا على واحد الموعد. وبالليل مايكل غادي يمشي باش يحفظ معاها، ولكن اونر كان التركيز ديالها كله هو انها تغريه وصافي، وهادشي باش يبقى ديما مركز معاها يا في الوقيته اللي غادي يكونوا كيحفظوا او لا في الوقيته ديال الحصه ديال الكيمياء في القسم، وهكا ما عرفش يحل المسائل ديالو ويسقط في الامتحان. وانا مايكل غادي يكون حاس بلي كاع ما محتاج المساعده ديالو، خدنا في الله طياره. وغادي يسولها وقال لها انت كتجيبي نقاط ممتازه، علاش بغيتيني نعاونك؟ وهي تقول له بلي قبات الذكاء ديالو كتحس بلي هي غبيه وكانت باغا تحفظ معاه وصافي. شويه غادي يشوف قبالته الروايه المفضله ديال اونر وغادي يكون حتى هو كيقراها، داكشي علاش غادي يبقى كيهضر عليها. شويه غادي تدخل عليهم الام ديال اونر وغادي تجيبهم ما ياكلوا، وانا اونر غادي تستغل الفرصه وسولاتو على الاسره ديالو، ولكن هو غادي يتهرب من الاجابه. فهاد اللحظه اونر غادي تشك بلي هو كيحاول يخبي عليها شي حاجه، داكشي علاش غادي تسنى حتى لغد ليه في الصباح، وطلبت من تاليا وايما باش يراقبوه ويعرفوا البلاصه فين ساكن فيها، حيت ضروري غادي يكون مخبي عليهم شي سر، وغادي تخليهم ينفذوا الخطه ديالها. اما هي غادي تمشي للتدريب ديال الممثلين، وغادي تلقى كندي قربات تسالي كاع الازياء ديالها، وغادي تبقى كضحك معاها وقالت لها الا بغيتي مقابله هادشي ممكن تسقطي في الامتحانات، وهادشي حيت ما حفظتي حتى شي حاجه بسبب الانشغال ديالك. ولكن هي قالت لها ما تخافيش انا راني كنحفظ بالليل. وبسبب الدور ديال طرافيس في المسرحيه غادي يكون خاصو ضروري يتبسل على الزميله ديالو اللي كانت دايره الدور ديال الملكه. وهنا اونر غادي تستغل هاد الفرصه وغادي تخلي الاصدقاء ديالها يهضروا قبالت كريستين ويقولوا لها بلي راه كيتقرب من الزميله ديالو في المسرح. وهنا كريستين غادي تبدا كتغير وكتشك فيه، وطلبت منه باش يسمح في المسرح بالزربه وما يكملش معاهم. وملي غادي يمشي وغادي يقولها الفريق كلشي غادي يتقلق، وهادشي حيت ما عندهمش الوقت باش يجيبوا شي ممثل واحد اخر في بلاصتو، وغاري ما عندوش استعداد باش انه يخاطر بالدور ديال البطوله ويعطيه شي واحد عادي، وكان الوقت ماشي في الصالح ديالهم. داكشي علاش خونا في الله وعدهم باللي غادي يحل هذا المشكل وقرر باش ما ينسحبش، لدرجه ان غاري غادي يخلي البنت اللي تمثل قبالته تمشي وهو يمثل في بلاصتها، وغادي يلبس الحوايج ديال البطله باش ينقذ الموقف. ومن بعد ملي سالوا التدريب على المسرحيه غادي تكون اونر سالات حفظتها، وغادي ترد البال باللي الصديق ديالها غادي قبالتها. داكشي علاش قررت باش تتبعوه بنفسها وتعرف شنو مخبي عليها في الدار، ولكن غادي تلقى عايش في واحد الدار بسيطه وحدها بزاف ديال الاطفال. داكشي علاش غادي تصوروا وكان جاها الفضول باش تعرف شكون هما داك الاطفال كاملين. وبالليل غادي ترجع للدار وغادي تبدا كتفكر في مايكل، وغادي تبقى كتشوف التصويره ديالو. وبالليل غادي يجي عندها للدار باش يكملوا الحفاظه ديالهم، وغادي تبقى جالسه قبالته وهي متردده واش تسولوا على الدار والاسره ديالو ولا لا. وهو غادي يحس بلي شي حاجه غريبه في التصرفات ديالها، داكشي علاش غادي يسولها وقال لها مالك ياك لاباس، التصرفات ديالك غريبه معايا هاد المره. شويه غادي توريه التصويره ديالو وهو داخل الدار، وقالت له بلي الفضول ديالها هو اللي خلاها تتبعو، وهادشي حتى كانت باغا تعرف شنو اللي مخبي عليها. وهو يقول لها بلي هادشي اللي غادي نقول لك حتى شي واحد ما عارفه، وقال لها بلي عايش في واحد الدار ديال واحد المربيه، وبلي هاد التصويره هي الام اللي رباتو ماشي الام ديالو الحقيقيه، وبلي كيبغي والديه بزاف،
وكيتمنى باش ياخذ المنحه ديالو في المدرسه باش يسافر للمدينه اللي فيها ديك الجامعه اللي كتقري فيها الام ديالو. وهادشي حيت الام ديالو ما تقدرش تحمل التكاليف ديال ديك لافاك. وانا اونر غادي تاثر بهضرته وغادي تقلق وغادي يكملوا الحفاظه ديالهم. ولا قلت لي غادي يجي الميعاد ديال المسرحيه وغادي يكون كاري خد الدور ديال البطوله قبل ترافيس وغادي نستجموا بجوج بهم في التمثيل وغادي يكون الاداء ديالهم واعر. شويه تاليه غادي تجي وغادي تهضر مع كينيدي وطلبت منها باش تكلم المستر كالفن. وهادشي حيت كان تيقلب عليها وباغيها في شي حاجه مهمه. وانا اونر غادي تفرح وغادي تتبعها باش تعرف شنو واقع وغادي تبقى كتراقبهم من بعيد. ولكن ما سمعت حتى شي حاجه. داكشي علاش بقات كتسناهم حتى خرجوا ودارت السبب اللي كانت خايفه على كينيدي. وانا كينيدي غادي تقول لها بلي الاساتذه هضروا مع كالفن وقالوا لي بلي مابقاتش كتجيب مزيان في النقاط ديالها. داكشي علاش كالفن هضر معاها ورد البال وقال لها خاصك تقراي مزيان. وانا اونر غادي تمسكن وغادي تاسف ليها وقالت لها سمحي لي انا اللي عرضت عليك باش تصاوبي الفساتين ديال المسرحيه وشغلتك على قرايتك. وقبل ما تكمل اونر هضرتها غادي تعنقها كينيدي وغادي تشكرها حيت بدلات حياتها اللي ما كانتش كتحملها. من بعد اونر في العشيه غادي تمشي وغادي تلاقى مايكل في طريقها وغادي يقول لها بلي شحال هادي ملي كان تيخرج من المدرسه كتمشي في هاد الطريق وغادي يديها لواحد الدار اللي كان تيكذب على الاصدقاء ديالو كيقول لهم بلي هذه هي دارو. وباش يمثل الدور مزيان قال لها بلي راقب الاسره ديال هاد الدار كاملين وعرف الاوقات اللي كيخرجوا فيها وقال لها بلي فين ما كيخرج من المدرسه ما كيكونوش في الدار. داكشي علاش كيمشي مباشره تحت واحد المزهريه وكيلقى الساروت وكيمثل بلي هو داخل وهذيك هي دارو. من بعد غادي ياخذ اونر في واحد الجوله وسط داك الدار وكانت اونر فرحانه بزاف داك الوقيته اللي مدوزه معاه. وهنا غادي يبدا القلب ديالها كيسدح وبحال اللي بدات كتولي معجبه بيه. من بعد غادي يسالي الجوله ديالو وغادي يخرجها بالزربه قبل ما يجيو مالين الدار وكل واحد فيهم غادي يمشي لدارو. وانا اونر كتمشي بزاف من المفروض كان خاصها تبعد مايكل على المدرسه ماشي تبعد حتى هي معاه. ولا قلت ليه ما كانتش قادره تركز في التدريب ديالها. داكشي علاش غادي تخرج من القاعه ديال المسرح. شويه غادي تلقى كريستين تابعها من اللور وقالت لها بلي انت السبب في ان ترافيس انفصل عليها واكيد سمح فيها باش يتصاحب معاها هي. وانا اونر غادي تحاول باش تهدنها ولكن كريستين ما غاديش تبغي تبعد منها. وانا غادي تستغل الفرصه حيت كانت ديما كتريني الكاراتي وقالت لها بلي ترافيس ما مرتبطش بها وحتى هي ما كتبغيش. وترافيس غادي يجي وغادي يحل الموضوع وغادي يقول لها بلي راه دابا مركز غير في المسرح وما باغي حتى شي حاجه تشتتو وغادي يقول لها بلي كاع ما كيبغيها وداكشي كامل كتناطها لها كتصورو بالتليفون ديالها. وانا الفيديو ديال اونر ملي كانت كتسلخ كريستين غادي تبارطاجا في كاع الوسائل ديال التواصل الاجتماعي وغادي يكون مايكل عندها في الدار باش يحفظوا الامتحان الاخر وحتى هو غادي يكون تفرج في الفيديو ديالها وكان معجب بطريقه الدفاع على نفسها. شويه اونر غادي تفكر باش دير مايكل واحد المنوم في الكاس ديال الماء وهادشي باش ينعس وما يقدرش يحفظ ولا غد ليه يسقط في الامتحان. ولكن في اخر اللحظه غادي ترجع في هضرتها وغادي تضطر باش ما ديرلوش المنوم ولا غد ليه غادي يبقى فيها الحال. وقرات باش تجاوب على واحد السؤال بالغلط وهادشي باش تخلي مايكل يجيب اكثر منها في النقاط ويجي هو الاول وهادشي باش ياخذ المنحه ويمشي لعند والديه. وملي سال الامتحان غادي تهضر مع مايكل وقالت له بلي ما مهتماش تكون هي الاولى في المدرسه ولا هي الثالثه. المهم هو انها كتبغيه وغادي تعترف له بالحب ديالها. ولكن لا غد ليه غادي تلاحظ بلي مايكل ما جاش للمدرسه. داكشي علاش غادي تمشي عنده للدار باش تفاجئه حتى غادي تلقى راسها هي اللي مفاجئه وغادي تصدم ملي غادي تعرف بلي مايكل ما عايش في داك الدار البسيطه وغادي تعرف بلي عايش في داك الدار الكبيره اللي وهمها بلي هذيك ماشي دارو. وهنا غادي تعرف بلي داك الوقيته كلها كان غير كيمثل عليها وملي مشات صونات عليه هو اللي غادي يفتح ليها الباب وغادي يقدم ليها الام ديالو الحقيقيه وغادي تعرف بلي هذيك الام ديالو اللي كانت كتربيه هي الام ديالو الحقيقيه وبلي الام اللي كانت يقول لها بلي هذه الام ديالي طلعت غير الخدامه ديالو. وهنا مايكل غادي يقول لها بلي راه اكتشف الخطه ديالها من قبل وكان عارف بلي الاصدقاء ديالها كيتبعوه باش يعرفوا الدار ديالو. داكشي علاش قرر باش يلعب عليها كيف ما كانت هي باغا تلعب عليه وكان ديما سابقها ملي دخلوا للدار ديالو الحقيقيه وقدر باش يغطي كاع التصاور ديالو قبل ما تشوفهم. وبلي رد البال ملي كانت باغا دير له المنوم في الكاس ديال الماء وقال لها واخا كون درتي لي المنوم كنت غادي نمثل بلي راه تحرق عليا وما غاديش نشربو. واستغل الطيبه ديال القلب ديالها باش تخليه هو اللي ينجح في الامتحان احسن منها. وملي سولاتو على الحقيقه ديال الشعور ديالو جهتها غادي يقول لها بلي هو كاع ما كيبغيها وبلي الحلم ديالو هو يدخل الجامعه ديال هارفارد. وهنا القلب ديالها غادي يتحطم وغادي تسمح فيه وغادي تمشي. من بعد غادي تدخل الدار وهي حزينه ومقلقه وهنا الام ديالها غادي ترد البال بلي هي مقلقه. داكشي علاش غادي تخليها تعاونها في الكوزينه باش تسولها ياك لاباس وقالت لها ما تحزن على حتى شي حاجه وقعت ليها حيت ديما الحاجه الزوينه كتكون معطله. شويه غادي تلقى الاب ديالها كيعيط ليهم وهادشي باش يوريهم البيت الخشبي اللي كيوجد. واخيرا سالاه وغادي يحتفلوا مع بعضياتهم. في نفس الوقت غادي يجوا عندها الاصدقاء ديالها وغادي يقولوا لها بلي العرض المسرحي قرب يبدا وخاصها ضروري تكون معاهم. هنا غادي تحاول تعتذر وقالت لهم بلي ما عندهاش الوقت ولكن هما قالوا لها بلي ما غادي يديروا حتى شي حاجه حتى تكون كاينه معاهم وغادي ياخذوها بالسيف عليها. من بعد غادي تبدا المسرحيه وغادي تكون ناجحه بزاف وهادشي حيت كانت اونر معاهم وقدرت تمثل مزيان. ومن بعد العرض قررت اونر باش انها تعيش حياتها بحال كيف ما كتبغي ودير كاع داكشي اللي كيعجبها وما تهتمش بالمنافسه ديال الغير حيت المنافسه ممكن تنسيها في الشخصيه ديالها الزوينه
وهي كانت باغا تستمتع بكل شيء اللي داير بيها. داكشي علاش قررت باش انها تمشي لعند كالفن وسمعت واحد التسجيل كتمسجله واحد النهار وهو كيحاول يتقرب منها، وبقات كتبتزو بداك التسجيل وقالت له بلي ما بغاتش المنحه لا تمشي لا ليها ولا لمايكل، وانما تمشي لعند الصديقه ديالها كندي حيت هي الوحيده اللي تستاهلها. وانا اونر كانت فرحانه بزاف بداك الانجاز اللي دارت وقررت باش تعيش حياتها طبيعيه مع الاصدقاء ديالها. وحتى لهنا كيتسالى الفيلم. ودابا جا الوقت ديال التعاليق. هادو من افضل التعاليق اللي قريت، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكنبغي نفكركم باللي كنقرا التعاليق ديالكم كامله وكندخل نجاوب الرسائل ديالكم في الانستغرام. وما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق المسلسلات اللي باغيين، ودخلوا عندي الانستغرام ما كرهناش نوصلوا 30,000. وحتى لهنا كتسالى القصه ديالنا. كانت هذه نهايه القصه. كان معكم خوكم سينفليكس. تهلاو.